حدث عنها روبرت جاي ليفتون في كتاباته. فإجراءات التلقين وطرق الإقناع والتلاعب بالمشاعر عبر نشر محتوى معين من زاوية واحدة يؤدي بالضرورة إلى إعادة تشكيل فكر المستخدم وفرض سطوة اجتماعية عليه. فلو دخلت في نقاش مع أحدهم حول موضوع ربما يكون تافها كمباراة كرة قدم، ترى تعصب غريب لم تكن لتعهده قبل سنوات. لا يوجد لهذا التعصب أي مبرر نفسي سوى تأثر المستخدمين بما يشاهدونه على مواقع التواصل الاجتماعي ووصولهم لمرحلة التخدير النفسي الذي يؤدي إلى التطرف الفكري ورفض الآخر. هذا التلاعب الخفي في مشاعر الناس فرض هندسة اجتماعية جديدة بدأنا نرى أثرها في حياتنا اليومية، فأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مرتعا للأفكار الغريبة والأخبار الملفقة أو المجتزأة التي يقوم بنشرها خلايا سوداوية لها أهداف معينة تستغل الدين والمذهب وغيرها. وأصبح الكثيرون حتى المثقفون منهم يتبادلون هذه الأخبار الملفقة والأفكار الغريبة دون كامل إدراك بما يفعلون. الخطر الأكبر يكمن في التأثير على الناشئين، فهم الأكثر عرضة للتأثر بالأفكار الغربية والمتطرفة بسبب قلة الخبرة خصوصا في مرحلة النضج. عزيزي المشاهد، وصلنا لنهاية حلقتنا. دمتم بخير وإلى اللقاء.